أثارت التحذيرات الصادرة عن السلطات الجزائرية بشأن إمكانية توقيف أو محاكمة كل من يقوم بتصوير مشاهد الفيضانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص وموافقة من عسكر شنقريحة، موجة جدل واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وجاءت هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه عدة ولايات فيضانات قوية خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق غمر أحياء سكنية ومرافق عامة وانجراف الطرق ومنشآت. ويؤكد الكثيرون أن المقاربة الأمنية في التعامل مع المحتوى الرقمي خلال الأزمات تعكس محاولة الحد من نشر الواقع الميداني في مقابل مطالب متزايدة بضمان الحق في التصوير والنشر باعتباره وسيلة لتنوير الرأي العام وتسليط الضوء على حجم الخسائر. كما أعادت هذه الفيضانات إلى الواجهة النقاش حول هشاشة البنية التحتية وضعف الجاهزية لمواجهة التقلبات المناخية، في وقت يطالب فيه مواطنون وخبراء باعتماد مقاربة أكثر شفافية وانفتاحا في التعامل مع الكوارث الطبيعية. وفي خصم هذا الجدل يظهر أن تشديد القبضة على التصوير والنشر لا ينفصل عن منطق النظام العسكري الخائف من الصورة تلك التي تكشف ما تحاول الخطابات الرسمية إخفاؤه. فبدل مواجهة اختلالات البنية التحتية وطمأنة الرأي العام بالشفافية والمحاسبة، يختار النظام العسكري الهروب إلى الأمام عبر إسكات الكاميرا وملاحقة المواطن في مشهد يعكس قلق السلطة ترتبك كلما واجهت الحقيقة عارية أمام عدسة هواتف أحرار الجزائر.